حول قضية اليوتيوبرز الجزائري الذي اعتقل على خلفية قضية جنحية هنا بمدينة الرباط. نخبر مشاهديكم ومتتبعكم بأن هذه القضية تتعلق بمتابعة شخص جزائري الجنسية كان قد قدم إلى المغرب من أجل تشجيع المنتخب الجزائري في إطار فعاليات الكان أو كأس إفريقيا هنا بالمغرب، والتي تتم أو تستضيف فعاليته دولتنا بكل حنكة وبكل كفاءة. هذا الجزائري قام بأفعال اعتبرتها النيابة العامة أفعال مجرمة قانونا وفقا للقانون المغربي، القانون الجنائي المغربي، وفعلا تم تقديمه أمام السيد وكيل الملك هنا بابتدائية الرباط، الذي قرر متابعته وفق القانون الجنائي المغربي، وتحديدا مقتضيات المواد 483 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة الفعل المتمثل في الإخلال العلني بالحياء، وأيضا تابعه بمقتضيات المادة 308.5 من القانون 09 المتعلق بالتظاهرات الرياضية أو بالأفعال الإجرامية المتمثلة في العنف أثناء المباريات الرياضية أو أثناء بالتحديد انعقاد المباريات الرياضية أو بسببها. وبالتالي فالاستنطاق ديالو أمام السيد وكيل الملك أسفر عن تأكيده الأفعال المنسوبة إليه، والتي صرح بها أمام الضابطة القضائية، بحيث صرح في محضر رسمي أمام السيد وكيل الملك حسب ما بلغني على أنه صرح بأنه بالفعل يعترف بالأفعال التي أقر بها أمام الضابطة القضائية، وصرح بالحرف على أن السب والقذف كان يوجهه للجمهور أو الأشخاص سواء كانوا مغاربة أو من جنسية أخرى. وبالتالي السيد وكيل الملك المحترم هنا بابتدائية الرباط قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه بالتحديد في سجل العرجات 2، وتأخر الملف بعد أن تم عرضه على المحاكمة بالجلسة المنعقدة بالأمس 12/1. تقرر تأخير الملف إلى غاية يوم الاثنين المقبل، وذلك من أجل محاكمته وفق الأفعال المنسوبة إليه، والتي تؤطرها كما صرحت آنفا المواد 483 إخلال العلني بالحياء. وربما هذا التكييف جاء انطلاقا من الوقائع المنسوبة إليه حينما قام بفعل ربما يدخل في إطار الإخلال العلني بالحياء، وذلك من خلال الإشارات البذيئة والقيام بأفعال تدخل في إطار يدخل في إطار الإخلال العلني بالحياء. وهذا ما اتضح من خلال المنشور أو من خلال الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الفعل الآخر المجرم المتابع به فهو يتمثل في الفقرة الثانية من المادة 308.5 من القانون كما أشرت 09 المتعلق بالملتقيات الرياضية أو بمناسبة أثناء انعقادها أو بمناسبة انعقادها، وهو غير متابع بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تتعلق بنشر خطاب التمييز والكراهية في حق الأشخاص وفي حق الهيئات، وإنما اقتصرت المتابعة على المادة كما يظهر الفقرة الثانية من هذه المادة 305.5، وذلك ما يتضح من خلال توصيف أو التكييف الذي أعطي في هذه المتابعة، بحيث اقتصر على السب والقذف في حق شخص أو عدة أشخاص بمناسبة انعقاد تظاهرة رياضية. بالتالي سوف يجد نفسه أمام هذين النصين
النص الأول اللي هو المادة 483 تعاقب بعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين وبغرامة. يعني هذه الغرامة كما يتضح يعني تتحدد في يعني كما قلت هذه الغرامة تتحدد في بداية من 200 درهم إلى 500 درهم. والمشرع لم يعطي هناك الخيار، بحيث نص على العقوبة الحبسية من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة، بمعنى القاضي ملزم أن يحكم بعقوبة يحددها ما بين شهر إلى سنتين. عنده السلطة ديال التفريد، السلطة التقديرية لتحديد العقوبة حسب خطورة الفعل، حسب شخصية المتابع أمامها هذا الشخص. في حين أن المادة 305 كان نوجدوا على أنها أعطت الاختيار، يعني يمكن المادة 305 أعطت واحد الإمكانية ديال الاختيار، بحيث تنص على أنه الشخص اللي كيرتكب عنف وسب وقذف أثناء المباريات الرياضية فهو يعاقب من شهر بعقوبة حبسية من شهر إلى 6 أشهر، أو بغرامة اللي كتبدا من 1200 درهم إلى 10,000 درهم. والقاضي عنده الاختيار، إما يحكم بالحبس أو بالغرامة. إذن يتضح من خلال هذا التحليل على أن السيد هذا الجزائري، هذا المشجع الجزائري متابع يعني بمادتين كما قلت من القانون الجنائي المغربي. والسيد وكيل الملك أصبح ملزما بتبرير الاعتقال الاحتياطي، يعني ملي كيتقدم أمام واحد الشخص مشتبه فيه، أو يمكن نعطيو التوصيف أنه مودع رهن الحراسة النظرية على ذمة وقائع يشتبه فلا أنها وقائع إجرامية، فهو عندما يستنطقه، وهذا ما تم منهجه بشكل قانوني أمام هذا الشخص، على اعتبار أن سواء كانوا الأشخاص مغاربة أو أجانب فهم سواسية أمام القانون المغربي، تم استنطاقه وتوفير كل الضمانات. وعندما قرر السيد وكيل الملك إيداعه على الاعتقال الاحتياطي وإحالته على المحاكمة على الجلسة، برر الاعتقال لأن السيد وكيل الملك أصبح يعني ملزما بتبرير الاعتقال في مقتضيات المادة 74(1) من قانون المسطرة الجنائية الجديد. هذا التبرير اللي عطى السيد وكيل الملك حدو في أولا انعدام الضمانات ديال الحضور، لكون أن هذا الشخص أجنبي يمكن الإفراج عنه أو من شأن محاكمته في حالة الصراح أنه يفر من وجه العدالة أو ما يلتزمش بالحضور، وبالتالي يتم إفراغ المحاكمة محتواها والغايات ديال المحاكمة لتحقيق الردع العام والخاص. أو وثانيا برر هذا الاعتقال بخطورة الأفعال، وبرر أيضا الاعتقال بعدم جدوى تطبيق إحدى التدابير مثل الرقابة القضائية لكون الشخص أجنبي ويخشى أن لا يلتزم بها التدبير، وبالتالي يعني تصبح التدابير المتخذة في حقه عديمة الجدوى. ولذلك وأيضا ثبت لديه على أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم كافية لإيداعه على الاعتقال الاحتياطي لما وضع يده على وسائل الإثبات التي اتضح له أن هناك علامات وسائل الإثبات التي سوف تسعف في محاكمته وثبوت الفعل المنسوب إليه. ولذلك قرر اعتقاله ومحاكمته في هذه الوضعية، والملف سوف يعرض الاثنين المقبل من أجل مباشرة واستمرار محاكمة هذا الشخص محاكمة عادلة وفق الضوابط المسطرية والموضوعية. وأيضا لنثبت ونحن ننظم هذه التظاهرة القارية، نثبت للجميع على أن المغرب هو بلد مضياف، وهو بلد المؤسسات وبلد القانون. وبالتالي إذا ما حدثت مثل هذه الوقائع التي لا نتمنى أن تحدث، أو مثل هذه الحوادث التي لا نتمنى أن تحدث، فشيء طبيعي على أن كل شخص
اقترف فعل يعد خرقا للقانون الجنائي المغربي سيحاكم وفق الضوابط القانونية، لا فرق بينه وبين أي شخص مغربي.